بيبدأ فيلم النهاردة مع المحقق سومر ست، وبيكون بيستعد لآخر مهمة في حياته المهنية بعد خبرة دامت 35 سنة. وبيروح على مسرح الجريمة وبيقابل مايلز، وبيكون ده المحقق الجديد اللي جاي ياخد مكانه. وبيسأله سومر عن السبب اللي خلاه ينقل للمدينة دي، فبيعرفوا إنه سمع إن المدينة دي فيها جرائم كتير وهو عنده خبرة 5 سنين. وهو بيطلب منه ما ياخدش عدد سنين الخبرة في الاعتبار، وبيرجع كل واحد على بيته. وبيكون سومر عايش وحيد على عكس مايلز اللي بيرجع لزوجته تريسي. وتاني يوم بيجيلهم اتصال عن جريمة قتل، وبيتحركوا على مسرح الجريمة وبيلاقوا الضحية تخين جدا وبيكون ميت ووشه في طبق المكرونة. فبيخمن مايلز ان مفيش جريمة قتل وان الضحية قاعد ياكل لحد ما الشريان التاج انفجر. بس سومر بيعرف انه متسرع، وبيشاور له على رجل الضحية واللي بتكون مربوطة، وبيلف في الأوضة واللي بتكون مليانة صلصة. وبيطلب سومر من مايلز انه يستوجب الجيران ويتكلم الطب الشرعي، ومايلز بيتضايق بس بينفذ كلامه. وبيخلصوا وبيركبوا العربية، ومايلز بيسأل سومر لو بص على الملف بتاعه وعرف الجرايم اللي حلها خلال ال5 سنين اللي اشتغلهم. فبيعرفوا سومر انه ما بصش على حاجة، فبيقول له مايلز انه معاه نفس الوسام اللي معاه ومش طالب منه غير انه ياخد كلامه في الاعتبار. وبيوصلوا على المشرحة وبيعرفهم الطب الشرعي ان الضحية تم اجبارها انها تاكل لمدة 12 ساعة. وبيروحوا للمأمور وسومر بيعرفوا بالكلام ده، وبيعرفوا كمان ان ممكن دي تكون بداية سلسلة جرايم. وهو بيطلب المأمور من سومر انه يكمل في القضية، وبيدي مايلز قضية تانية. ومايلز بيكون متضايق بس مش بيتكلم. وتاني يوم بتحصل جريمة قتل المحامي مشهور، ولما بيوصل مايلز على المكان بيلاقي كلمة الطمع مكتوبة على الأرض بالدم، وبيلاقي صورة مرات المحامي عليها دم. وبيروح المأمور لسومر وبيعرفه بالقضية، بس سومر مش بيكون مهتم لحد ما بيقولوا المأمور انهم لقوا مكتوب على الأرض كلمة الطمع. وبيديله قطعة من البلاستيك اللي لقوها في بطن الضحية، وبياخدها وبيروح على بيت الضحية الأولى. وبيلاقي إن الإزاز ده متاخد من التلاجة، وبيزقها وبيلاقي مكتوب على الأرض كلمة الشراهة. وبيروح جري للمأمور وبيعرفه إن دي بداية سلسلة جرايم، وإن القاتل بيقتل أي حد يقع في خطيئة من الخطايا ال7. وبيعرفه إن الضحية الأولى كانت خطيئته الشراهة، والتانية الطمع، واللي اتقتل بسببها المحامي بسبب سمعته اللي مش كويسة. وبيعرفوا إن باقي 5 خطايا وهما الكسل والغضب والكبرياء والرغبة والحسد. وبيعرفوا إنه مش هيكمل في القضية لأنه خلاص هيطلع على المعاش. وبيقول له يخلي مايلز هو اللي يمسك القضيه. وبيفضل مايلز طول الليل يحاول في القضيه، وسومر بيروح على المكتبه وبيجيب كتب بتتكلم عن الخطايا ال7، وبيحطها على مكتب مايلز وبيكتب له ملاحظه ان الكتب دي هتساعده. وتاني يوم مايلز بينقل معاه في نفس المكتب، وتريسي بتتصل بيه وبتطلب منه انها تكلم سومر وبتعزمه على عشاء وبتكون مصممه، فمش بيقدر يرفض. وبتقفل بسرعه ومايلز بيسال سومر هي كانت عايزه ايه، فبيعرفوا انها عزمته على عشاء وهو وافق. وبيوصل سومر على العشاء وتريسي بتفرح انه جه، وبتعرفوا انها سمعت عنه كتير بس متعرفش اسمه الحقيقي. فبيعرفها ان اسمه ويليام سومر ست. وبيقعدوا يتعشوا، وتريسي بتعرف سومر انها عرفت مايلز من ايام الثانويه، واول ما شافته حبته وعرفت انهم هيكملوا حياتهم سوا. وبتساله هو ليه ما اتجوزش لحد دلوقتي، فبيعرفها انه كان هيتجوز بس الموضوع ما كملش، وان مفيش حد يستحمله ان المدينه دي بتخليهم من غير مشاعر. وفجاه بيحصل هزه قويه في المكان، ومايلز بيعرفوا ان السمسار ضحك عليه وكان بيخليه يشوف البيت في 5 دقايق بس عشان محطه المترو اللي جنبهم، وبتكون هي سبب الهزه. وبيقعدوا بالليل يتكلموا عن القضيه، وبيعرف سومر مايلز ان القاتل بيدخل في وقت بيكون الحرس فيه قليل، وانه ممكن يكون بيدخل يوم الجمعه بالليل، وبيستنى عمال نظافه يخلصوا شغلهم ويروح للضحيه. وبيعرفوا كمان انهم لقوا الجثه يوم الثلاث، يعني القاتل قعد يعذب في الضحيه لحد يوم الاثنين. وبيشوفوا صور الجثه اللي بتكون مربوطه كلها ما عدا ايده اليمين، وبيكون فيها سكينه. وبيكونوا لقوا ميزان ومكتوب جنبه ملحوظه كيلو لحمه من غير عظم او غضاريف، وبيكون مكتوب انه هيخلص مهمته وهيبقى حر. وبيعرفوا من التقارير ان الكرسي كان مليان عرق، وده معناه ان القاتل فضل قاعد مع الضحيه واجبره يقطع حته من جسمه، ودي بيكون اسمها التوبة الإجبارية. وإن القاتل بيكون متأثر بالكتب اللي بتتكلم عن الخطايا ال7. وبيكون مايلز مستغرب إن مفيش بصمات أو شهود، فبيعرفوا سومر إن الوضع في المدن الكبرى بيكون مختلف وكل واحد بيكون في حاله. ده حتى الستات لما بيتعرضوا للتحرش بيصرخوا وبيقولوا حريقة، لأن كده الناس هتتدخل إنهم هيكونوا متضررين من الحريقة. وبيشوفوا صورة مرات المحامي والدم حوالين عينيها، فبيعرفوا إن في حاجة هي بس اللي شافتها. وبيروحوا لعندها وبيوراها صورة المكتب، بس هي بتكون منهارة وبتفضل تعيط ومش بتقول حاجة، وهم مش بيرضوا يضغطوا عليها. وبيلاحظوا ان الصوره اللي في المكتب مقلوبه، فبيتحركوا بسرعه على هناك وبيبصوا ورا الصوره بس مش بيلاقوا حاجه. ومايلز بيكون متضايق وبيحس ان القاتل بيلعب بيهم. وسومر بيفضل هادي وبيمسح ورا اللوحه، بيلاقي بصمات مكتوب بيها ساعدوني، فبيتحركوا بسرعه على قسم التحاليل عشان يعرفوا البصمات دي بتاعت مين. وتاني يوم المأمور بيروح لعندهم ويقول لهم عرفنا مين القاتل، وهو بيكون شخص اسمه فيكتور وعنده سجل اجرامي. وبيقتحموا الشقه بتاعته بيلاقوه مربوط في السرير وحاقن نفسه بحقن مخدره كتير، ودراعه مقطوعه، وبيكون مكتوب على الحيطه الكسل، ودي بتكون الخطيئه الثالثه. وفجأة فيكتور بيتحرك وبيتخضوا كلهم لأنهم كانوا فاكرينه ميت، وبياخدوه على المستشفى. والدكتور بيعرفهم إن كان في حد بيحقنه على طول بحقن مضاد حيوي
عشان ما يجيلوش قرحه، وبيعرفوا ان مفيش امل انه يعيش لانه لو اتعرض للضوء هيجيله صدمه وهيموت. ومايلز بيكون اعصابه تعبانه من كل اللي بيحصل، لدرجه لما بيجي مصور عشان يصوره بياخد منه الكاميرا وبيكسرها. وبيرجع كل واحد على بيته، وتريسي بتتصل بسومر وبتعرفه ان عايزه تتكلم معاه. وتاني يوم بيتقابلوا، وتريسي بتعرفه انها بتكره المدينه دي وما كانتش عايزه تيجي هنا، وهي دلوقتي عايزه تتكلم مع حد ليه خبره. وبتعرفه انها حامل ومش عارفه تقول لمايلز عشان ما تزودش عليه الضغط. بس سومر بيعرفها انها جات للشخص الغلط، لانه لما اتحط في نفس الموقف قعد يفكر يجيب لي طفل للعالم القاسي ده، وطلب من حبيبته انها تنزل الطفل. وانه لما بيفكر في قراره بيعرف انه اخذ القرار الصح، بس دلوقتي بيتمنى لو كان اختار الخيار الغلط. وبيقول لها لو هتخلي الطفل تقول لمايلز، لكن لو هتجهده ما تعرفوش احسن. وتاني يوم بياخد سومر مايلز وبيقعدوا في مطعم، وفي شخص بيوصل لعندهم وسومر بيديله فلوس، والراجل بيمشي من سكات. وسومر بيعرف مايلز ان الكتب اللي بتتكلم عن النووي او الاسلحه الحكومه بتحتفظ باسامي الناس اللي بتشتريها، عشان لو عملوا اي حاجه متعلقه بالكلام ده يتمسكوا. وان اي حد بيدخل المكتبه لازم يكون عامل اشتراك ومسجل بياناته. وان خطته انهم يدوروا على الناس اللي جايبه كتب دينيه او ليها علاقه بالخطايا السبعه. وبيلاقوا واحد اسمه جون جايب كتاب ليه علاقه بالخطايا السبعه، فبيتحركوا لعنده وبيخبطوا عليه، بس مش بيكون في البيت. وبيكون راجع من بيته، اول ما بيشوفهم بيضرب عليهم نار وبيجري. ومايلز بيجري وراه لانه بيكون اسرع من سومر، وبيضربوا على بعض نار، ومايلز بيتصف دراعه وجون بيتصف رجليه، بس بيهرب. ومايلز بيقعد يدور عليه عند العربيه، بس بيظهر فجاه فوقيه وبيضربه ضربه قويه بتخليه يقع على الارض، وجون بيهرب. وسومر بيروح لعند مايلز، ومايلز بيكون متضايق وعايز يدخل شقه جون باي طريقه، بس سومر بيعرفوا ان هم معهمش اذن تفتيش. ومايلز بيمثل انه ماشي، بس بيلف وبيكسر باب شقه جون. وسومر بيتضايق وبيعرفوا ان لو جون رفع عليهم قضيه هيكسبها بسهوله، وبيسيبه وبيكون ماشي، بس مايلز بيوقفه وبيساله لو معاه فلوس. وبيروحوا لواحده متشرده وبيديها الفلوس، وبيطلب منها تشهد ان جون كان بيخرج في وقت الجرايم. وبكده جون بقى مشتبه فيه ويقدروا يفتشوا شقته. وبيدخلوا وبيلاقي صور كل الضحايا، وكمان الصوره اللي الصحفي صورها لجون، وبيعرفوا ان الصحفي جون هو القاتل. وبيبلغوا القسم الجنائي واللي بيجي يفحص الشقه، بس مش بيلاقوا اي بصمات. وبيلاقوا مكتبه مليانه كتب جون كتبها بنفسه. وسومر بيقول لو جبنا 5 اشخاص وخليناهم يقروا الكتب لمده شهرين مش هيلحقوا يخلصوها. وجون بيتصل على مايلز وبيقول انه ذكائه عجبه، بس لازم حد فيهم يتاذي. وبيجي لهم بلاغ بموت فتاة ليل، وبيمسكوا الشخص اللي كان معاها واللي بيكون قتلها بنفسه بعد ما جون هدده، وبتكون دي الخطيئه الرابعه وهي الرغبه. وبيجي لهم بلاغ تاني بموت عريضه ازياء، وبيكون جون شوه وشها وخيرها ما بين انها تاخد حبوب وتموت او تكلم حد يساعدها، بس هي رفضت حد يشوف وشها كده وانتحرت. ودي بتكون الخطيئه الخامسه وهي الكبرياء. وبالليل بيقعد سومر مع مايلز وبيقول له المجرم في الاخر هيطلع شخص عادي، وان المدينه دي هي اللي بتخلي الناس يوصلوا لكده، بتخليهم يسرقوا بدل ما يشتغلوا ويضربوا عيالهم بدل ما يربوهم، وبطل اي حد يحب التاني والناس عايزه تاكل وتنام بس. ومايلز بيعترض على كلامه لان كده عايز الناس تعيش بعيد عن بعض وفي عزله. وبيعرفوا ان من غير الحب والاجتهاد مفيش حد هيعيش، وان الفئه اللي بيتكلم عنها دول المرضى النفسيين والمجانين. ومش بيقدر سومر يرد عليه، وكل واحد بيرجع على بيته. وتاني يوم بيوصلوا على اسم الشرطه، وبيوصل جون لعندهم وبيسلم نفسه، وبيكون رابط شاشه على ايده، وده اللي بيفسر ليه ما كانش فيه بصمات في مسرح الجريمه. وبيكون مايلز وسومر مستغربين ليه جون سلم نفسه قبل ما يخلص على اخر 2. وجون بيرفض يتكلم غير لما المحامي بتاعه يوصل، وبيقعد معاهم المحامي وبيعرفهم ان جون وافق يعرفهم مكان اخر جثتين، بس بشرط مايلز وسومر يروحوا معاه لوحدهم. ولو ما وافقوش المحامي هيقولوا انه مريض نفسي ويخرجوا، لكن لو وافقوا هيمضي على اقرار انه سليم وعمل كل ده بارادته. وبيوافقوا وبيركبوا عربيه الشرطه، وبيكون فيه هليكوبتر بتراقبهم من بعيد. وبتوصل شحنه التوصيل اللي عندهم وبيكون فيها صندوق باسم مايلز. وبيروح سومر عشان يفتح الصندوق، وبيسيب مايلز مع جون. وجون بيبدا يتكلم معاه وبيقول له انا لما قلت لك انا معجب بيك، انه كان يقصد كلامه بجد، وعشان كده قرر يعيش حياته البسيطه لمده يوم ويعيش دور الزوج مع تريسي، بس هي ما وافقتش فاضطر يخلص عليها. ودلوقتي راسها موجوده جوه الصندوق. وسومر بيجري بسرعه على مايلز عشان يلحقه قبل ما يقتل جون. ومايلز بيساله عن اللي جوه الصندوق، وسومر بيطلب منه يرمي المسدس عشان ما ينفذش خطه جون، لانه بقتله لتريسي هيكون خلص الخطيه السادسه وهي الحسد. بس جون مش بيسكت وبيفضل يقوله مش قادر احكي لك هي ترجتني قد ايه عشان اسيبها هي واللي في بطنها. ومايلز بيتصدم لما بيعرف ان تريسي كانت حامل، ومن غضبه بيخلص ذخيره المسدس على جون. وبكده مايلز بيتسجن بتهمه قتل متهم، وبكده دي تكون الخطيه السابعه وهي الغضب. وبكده خلص الفيلم. يلا